السلام عليكم. حنا محتاجين في البلاد الروتيني الحكومي. اسمع معايا مزيان، والله حتى فكره واعره بزاف. هذيك الزياره اللي دارها وزير الصحه للمستشفى وقف على العديد من الخروقات اللي كاينه في بزاف ديال المستشفيات، والبوز اللي كان والهضره اللي كانت هي واش ديك الزياره بصح، واش بصح مفاجئه؟ هذوك الناس اللي كيصوروا وكيفاش الصحافه ساقوا الخبر، ولا والبوز اللي خاصو يكون هي وزراء اخرين تا هما يتحركوا يشوفوا بلايص اخرين. وزير الثقافه يمشي يطلع على دور الشباب، يمشي يشوف المخيمات. وزير الرياضه يمشي يشوف الانديه والجمعيات الرياضيه. وزير العدل يمشي يشوف المحاكم شنو واقع فيهم. وزير الصناعه يمشي يشوف المصانع شكون مصاوب لعباد الله الوراق وشكون اللي ما مصاوبش لعباد الله الوراق. ويكونوا زيارات دوريه ومفاجئه، وكل سيمانه ولا 10 ايام، وكل وزير يدي معاك يبدلوا تصور وديروا لنا حنا الشو ونتفرجوا ونتبلاو ونعرفوا شنو واقع في البلاد، وكل يدير خدمته. ما باش يولي كل شيء خدام بعدا وكيخاف من ديك الزياره المفاجئه، سواء عنده وزير ولا شي واحد من المسؤولين الكبار حتى هو يمشي بكاميرا وحنا نتفرجوا ونعرفوا اللي كاين. وبلاص روتيني اليومي مفروعين به يكون روتيني الحكومي. دازما خدمتكم شنو هي، ونعرفوا شنو الاجراءات اللي غيتخذوا من بعد، والبلايص اللي غتزوروهم يمشيو يرجعوا لهم الصحفيين يشوفوا شنو التغييرات اللي كانوا. هذه هي الخدمه. مزيان تكون هذيك الزياره بحال هكاك، بلاص نبقاو نقولوا واش بصح ولا ماشي بصح، لا يكونوا زيارات اخرين يا والله يخرجوا يشوفوا شنو كاين. هذا ما كان. لا كليم راه خدامه حتى في الطوموبيلات ماشي في الفيرويات. تهلاو.